عاملين ايه؟ معاكم محمد شعراوي لقناة الذكاء المدمر. فضلكم مش على سكر وفعل الجرس واشتراك ولايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. قبل اي حاجة صلى على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. تاني حاجة، ما تنساش دايما انك ما تنساش هدفك وحلمك. خليك دايما مقرب من ربنا، صلي، التزم، احفظ قرآن. خلي دايما معاملتك مع ربنا حسنة. احنا دايما في صباح جديد بنستبشر خير. دايما. اوعى وما زلت بقولها انك تيأس او تستسلم. خلي عندك امل، خلي عندك طموح. ما تقولش انا خلاص كده دي النهاية، لأ، لسه هتقدر تنجح وتقدر توصل وتقدر انت تحقق كل اللي انت عايزه. صلي، التزم، احفظ قرآن، قرب من ربنا. خلي دايما معاملتك مع ربنا حسنة. اوعى تخاف، اوعى تحزن، اوعى تيأس. تفائل دايما بالخير، وخلي عندك طموح ان ربنا مبيخذلش حد، وان ربنا عز وجل له حكمة كبيرة في خلقه. تمام. فانت دايما خلي عندك الحتة ديت، ان لأ، لسه هنجح، هوصل. ينتظرني الأحسن. اوعى تستسلم لفشلك وتبقى دايما فريسة لفشلك. لأ، حاول من جديد، حاول من جديد. خلي عندك طموح، خلي عندك أهداف. اوعي دايما تكوني فريسة لفشلك ولنفسك. تحدي نفسك دايما، ما تشوفش غير مرايتك، ما تشوفش غير مرايتك. خلي عندك طموح، اشتغل، اجتهد، اتعب. الشباب دلوقتي في يأس كتير بيهاجمها وفي تعب كتير بيهاجمها. لأ، خليك دايما متفائل بالخير. خليك دايما عندك ثقة ان ربنا عز وجل ما بيخذلش حد، ان ربنا له حكمة كبيرة في خلقه. خلي دايما عندك ثقة ان ربنا عز وجل ما اصابك ما كان ليخطئك، وما اخطأك ما كان ليصيبك. فلا تقولن ولو اني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. دايما عايز اقول ان الانسان معرض لتعب والفشل والاحباط، ده الطبيعي. ما تستسلمش لده، ما تيأس لده، بل بالعكس، خلي عندك يقين ان ربنا مش هيخذلك. خلي عندك يقين ان ربنا عز وجل له حكمة كبيرة، والحكمة دي بتبان في وقت مناسب. انت ما عليك انك تسعى وبتجتهد. مش نهاية المطاف انك خلاص دخلت موضوع ففشلت فيه. لا، لسه هتنجح وهتوصل وهتعمل كل اللي انت عايزه. كل اللي انت محتاجه شوية وقت. تمام. كل اللي انت محتاجه شوية وقت. فاوعى تيأس، اوعى تستسلم، اوعى تقول دي النهاية. لا، لسه دي مش النهاية. تمام. اشوفكم على خير حلقة جاية برنامج جديد من قناة الذكاء المدمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.